لو بتفكر تعمل مشروع الفراخ البياض فالفيديو ده ليك، لأن فيه دراسة جدوى واقعية بنسبة 100% لدراسة جدوى مشروع تربية 300 فرخة بياض. في الفيديو ده هنعرفك كل التفاصيل ونسبة الإنتاج وسعر بيع طبق البيض وسعر بيع الفراخ بعد نهاية الإنتاج وإجمالي التكلفة. خد بالك احنا عندنا كتاكيت بياض عمر يوم وعندنا فراخ بياض عمر 100 يوم، بس لما بنيجي نعمل دراسة جدوى بنعملها واقعية، لأن دي أمانة وهنتسأل عليها قدام ربنا. ما ينفعش نضلل حد. 300 فرخة بياض عمر 100 يوم، لو الفرخة مظبوطة على المسطرة والوزن بتاعها ماشي مع العمر هتلاقي سعر الفرخة النهاردة بيتراوح من 270 ل 280 جنيه. يبقى ال 300 فرخة في 280 هيعملوا معاك 84 ألف جنيه. طيب الفرخ من بعد ال100 يوم بيستهلك علف قد ايه؟ الفرخ ده بيستهلك متوسط 5 كيلو علف من عمر 100 يوم لحد ما يبدأ ينتج معاك ونسبة الإنتاج تستقر ويبدأ يغطي التكلفة بتاعته. متوسط استهلاك العلف في الفترة دي لل300 فرخة هيطلع معاك تقريبا من 28 ألف ل31 ألف جنيه حسب الفراخ كان فيها تجانس ولا مفيش تجانس. لو التجانس كويس هتلاقي متوسط تكلفة العلف 28 ألف جنيه. لو الفرخ ما كانش عنده تجانس كويس استهلاك العلف هيزيد معاه. الفرخ ده هيحتاج إيجار ونشارة وأدوية وكهرباء ومية ومصاريف العامل. لو جيت تحسب كل ده هتلاقي متوسط 12 جنيه للفرخ الواحد في الشهر. واحنا قلنا الفرخ هيفضل عندك من عمر 100 يوم لحد 160 يوم عبال ما يستقر في الانتاج ونسبة الانتاج تبقى كويسة، يعني هيحتاج 24 جنيه. غير انه هيحتاج تحصينات ميتة وليكن 3 تحصينات، دول هيكلفوا الفرخ حوالي 10 جنيه. المهم في الموضوع ده كله بقى النقطة اللي انا هتكلم فيها دي، الفرخ كده كلفك قد ايه لحد ما بدأ يغطي التكلفة بتاعته ويبدأ يجيب لك هامش ربح. لو جيت حسبت الكلام اللي عدى ده كله هتلاقي الفرخة الواحدة كلفتك من 360 جنيه ل 380 جنيه. ركز في النقطة الجاية دي، كل ما تكلفة الفرخة زادت عليك لحد ما تيجي تدخل في نسبة الإنتاج المتوسطة وتبدأ تاخد هامش ربح، كل ما كان مكسبك في نهاية الدورة ضعيف وقليل. ال 380 جنيه دول رقم عالي جدا. طب رقم عالي جدا ليه؟ لأن انت شاري الفرخة البياض بسعر عالي، فالمكسب اللي انت كنت هتكسبه راح للجماعة اللي باعوا الكتكوت ب70 أو 80 جنيه، وراح للراجل المربي اللي ربى الفرخة وباعها لك عمر 100 يوم ب270 أو 280 جنيه. يبقى انت كده هتشتغل بقى حوالي 17 شهر، المكسب بتاعك مش هتلاقيه لأن الفلوس دي أصلا راحت للناس اللي اديتك الفرخة عمر 100 يوم. ودي النقطة المهمة اللي أنا عايز أوصلها لك. 380 جنيه تكلفة الفرخة لحد بداية الإنتاج، واحفظ الرقم ده كويس. طيب احنا المفروض الفرخة دي بتشتغل معانا 15 شهر، ودول أعلى فترة بتكون الفرخة بتدي فيها إنتاج عالي. ال15 شهر دول نسبة الإنتاج فيهم مش ثابتة. في البدايات نسبة الإنتاج بتبقى 92 ل 94 و95%، وبعد كده بتبدأ تقل تدريجيا مع الإصابات الفيروسية ومع المشاكل ومع زيادة عمر الفراخ. لو جيت تحسب نسبة الإنتاج على مدار ال15 شهر هتلاقيها بتتراوح من 75% ل 85% على مدار ال15 شهر. طيب احنا هنحسب على نسبة إنتاج 80% وهنحسب على الفرخة الواحدة. يعني في ال15 شهر دول الفرخة هتجيب معاك متوسط 360 بيضة. سعر طبق البيض النهاردة وصل ل110 جنيه و105 جنيه، وعلى مدار سنة 2025 كان متوسط سعر طبق البيض 120 جنيه. فاحنا هنحسب 360 بيضة في 4 جنيه سعر البيضة، هيطلع معاك تمن بيع البيض في ال15 شهر للفرخة الواحدة 1440 جنيه. نيجي بقى لاستهلاك العلف للفرخة الواحدة في الفترة دي كلها 50 كيلو، لأن الفرخة بتستهلك 110 جرام. ال50 كيلو دول في 18 يعني الفرخة هتستهلك علف معاك ب900 جنيه. مصاريف طوال الدورة عندك 15 شهر بتدفع فيهم إيجار ومية وكهرباء وأدوية وتحصينات وعمالة 180 جنيه للفرخة الواحدة. كده صافي الربح للفرخة الواحدة بعد نهاية دورة الإنتاج 360 جنيه. فاكر بقى أنت معايا
تكلفة الفرخة علينا لحد ما بدأت تدخل في الإنتاج وتستقر في الإنتاج كانت 380 جنيه، وانت بعد 15 شهر قدرت تحقق من الفرخة الواحدة 360 جنيه. يبقى انت كده محتاج 20 جنيه عشان توصل لل380 جنيه تكلفة الفرخة لحد ما دخلت معاك في بداية الإنتاج. طيب انت دلوقتي هتيجي تبيع الفرخة دي بعد ما تخلص بيض وليكن ب50 جنيه، لأن سعر الفراخ دي بيبقى نازل جدا. يبقى انت كده هتوفر 30 جنيه في نهاية المشروع بتاعك. هتلاقي صافي الربح بتاعك لكل فرخة 30 جنيه، وده طبعا رقم قليل جدا بعد شغل 15 شهر أو سنة ونص مع مشروع الفراخ البياض. طيب ايه الأسباب اللي تخليك توصل لرقم أعلى من ده؟ هو ارتفاع سعر البيض، أو إنك اشتريت فراخ بياض بسعر أقل من 270 جنيه. مثلا اشتريت الفرخة ب240 أو 230 جنيه، فهتلاقي نفسك وفرت 50 جنيه. يبقى أنت كده مكسبك في الفرخة الواحدة في نهاية الإنتاج هيوصل ل100 جنيه. أو إنك اشتريت كتكوت بياض عمر يوم وربيته أنت عندك، والتكلفة كانت قليلة لحد ما جيت تدخل في بداية الإنتاج بدل 380 جنيه وليكن كلفتك 300 جنيه. يبقى أنت كده فرصتك إنك تحقق ربح أعلى هتكون أعلى بكتير من إنك تشتري الفرخة عمر 100 يوم. تكسب في حالة واحدة إنك اشتريت الفراخ عمر 100 يوم بسعر قليل وليكن 220 جنيه، ده السعر العادل وده السعر الطبيعي. فمشروع الفراخ البياض في ناس بتحسسك إن المكسب بتاعه عالي، لكن في الحقيقة ولما تيجي تشتغل وتجرب وتخوض التجربة بتلاقي التفاصيل الصغيرة بتفرق. فأنت ابدأ مشروعك صح. لو تقدر تجيب كتكوت عمر يوم وتتابع معانا هيكون أفضل ليك. لو تقدر تجيب فراخ بياض واخدة تحصيناتها كاملة بسعر قليل ده هيكون أفضل ليك. احنا هنا كنا بنوصل الحقائق كاملة لدراسة جدوى مشروع 300 فرخة بياض، وانت ليك حرية الاختيار.